إيه هي أهم 10 أعراض أو علامات لو شُفتهم في العيادة لازم تشتبه في الPCO؟ أولهم لخبطة الدورة، إن الدورة عند الfemales اللي عندهم تكيس مبيض أو PCO ساعات بتتأخر أكتر من 35 يوم أو أقل من 9 مرات في السنة. رقم 2 إن الدورة بتيجي عندها غزيرة شوية، بيكون عندها menorrhagia، بيكون عندها أطول من الطبيعي، لو شُفت الأعراض دي لازم تشتبه في الPCO. لو الفيميل ديّة عندها تأخُّر في الحمل، لإن المرضى دول بيكون عندهم ovulation أو الovulation عندهم مشكلة التبويض عندهم ساعات بيكون فيها مشكلة بسبب تكيُّس المبايض. لو لقيت نمو شعر في أماكن ذكورية عند الفيميل دي، أعراض الهيرسوتيزم موجودة عندهم سواء في منطقة الدقن أو منطقة الchest أو الabdomen، لازم تستبعد الBCO. لو لقيت الفيميل ديّة ظاهر عندهم الأكني، ده بيكون منتشر جدًا عند كتير جدًا من الفيميلز دول، سواء الأكني أو الoily skin. بعضهم كمان بييجي له صلع بصورة ذكورية اللي هي المعروفة androgenic alopecia، بيكون في تساقط للشعر من مقدمة الرأس بشكل بيشبه الصلع الرجالي، لازم تشتبه في BCO. لو لقيت hypopigmentation أو تصبُّغ، زيادة تصبُّغ معذرة في بعض الأماكن، وخصوصًا في منطقة الرقبة أو منطقة الأكزيلا اللي هي أعراض Acanthosis nigricans، لازم تشتبه في الPCO. وطبعًا كتير منهم بيكون عنده insulin resistance، زي ما هنشرح الموضوع كامل، لازم أرجوك تعمل لهم تحليل برضه random blood sugar وتستبعد الPCO. لو لقيت عند الfemales دول metabolic features أشهرها طبعًا موضوع الobesity، ومع الوقت بيكون عندهم dyslipidemia كتير جدًا من الحالات ديّة، وخصوصًا لو هم diabetic أو hypertensive، لازم أرجوك ابحث عن metabolic syndrome أو أعراضه. بعض هؤلاء المرضى أو الfemales دول تحديدًا ساعات بيكون عندهم psychological symptoms أشهرها موضوع الdepression أو الanxiety. أرجوك لمّا تلاقي الأعراض ديّة لازم تشتبه في الBCO. لو لقيت تغيُّر في الصوت، ودي أحيانًا مش هتشوفها كتير ولكن برضه تبقى الmind، الحالات اللي زي دي أرجوك لازم تعمل investigations الخاصة بالBCO وتاخد history كويس، وهنذكر الinvestigation إن شاء الله في voice قادم.